السلام عليكم ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير وبأحسن الأحوال. الفيديو اليوم راح نحضر معكم كيك الموز اللي كما العادة راح نحضرها بطريقة صحية وبمكونات طبيعية بدون سكر بدون طحين أبيض، والنتيجة رائعة كما راكم تشوفوا. كيك خفيف طري وبزاف بنين. إذا نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، ونتمنى لكم مشاهدة مفيدة وممتعة. وطريقة تحضير هاد الكيك سهلة جدا، راح نحضرها غير في الخلاط. كما تقدروا تحضروه بالبغا ميكسور الا ما كانش عندكم الخلاط. انا عندي حبتين من الموز، الحجم تاعهم صغير كما راكم تشوفوا. وزن الواحدة حوالي 100 غرام. الا كان عندكم الموز كبير ديروا حبة واحدة فقط، يعني يكون الوزن تاعها 200 غرام. بالنسبة للموز كل ما كان المستوي بزيادة كل ما يكون أحسن. نسبة الحلاوة فيه راح تكون زايدة، يعني راح يخلي الكيك يجيني حلو بلا ما استعمل السكر. أيضا راح يكون طري ويخلي الكيك تاعي يجيني خفيف وطري. بعدها راح نضيف من 3 إلى 5 حبات من التمر اللي كنت رقتهم في 100 مليلتر، ما يعادل نصف كوب من الماء يكون ساخن جدا. خليت هذاك التمر في الماء الساخن لمدة 10 إلى 15 دقيقة باش يزيد يطرى. وتقدروا تستبدلوا الماء بالحليب. بالنسبة لمقدار التمر انتم تحكموا فيه على حساب الحلاوة تاع الكيك تاعكم. كل ما بغيتوه يكون حلو اكثر كل ما تزيدوا من مقدار التمر. وبعدها ضفت حبتين من البيض، الحجم تاعهم يكون متوسط، رشة من الملح ورشة من الفانيليا. انا هنا استعملت مسحوق فانيليا طبيعي، تقدروا تحضروها غير في البيت. شاركتكم الطريقة راح نخلي لكم الرابط لتحت في صندوق الوصف. و50 غرام من الزبدة دايبة، أنا استعملت زبدة حيوانية يعني زبدة من حليب البقر. تقدروا تستبدلوها بزيت الزيتون ولا زيت جوز الهند، نفس المقدار 50 غرام يعني 5 ملعق كبار. وندي هاد المكونات نطحنهم في الخلاط حتى نتحصل على خليط يكون سائل بهذا الشكل. كما تقدروا تطحنوه غير بالبغا ميكسر. نحط الخليط في طبق وراح نضيف عليه المكونات الجافة. عندي هنايا 180 غرام من الطحين، انا هنا استعملت هذا خليط من انواع الطحين، وانتم استعملوا اي نوع طحين تستخدموه. ضفت ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم ونفعلها بالخل ولا بعصير الليمون. بالنسبة لي راح يسقسوني على مكونات هذا الطحين، فيه طحين الشوفان، طحين الشعير، طحين أسمر يعني طحين فرينة كاملة، طحين الأرز، طحين الذرة وطحين الحمص. ونخلط الخليط جيدا تحصل على هذا القوام اللي يكون شوية شد روحه ما يكونش سائل بزاف. راح تحتاجوا من 180 حتى 200 غرام على حسب نوع الطحين اللي تستعملوه، أيضا على حسب حجم البيض. بعدها راح نضيف 50 غرام من اللوز اللي كنت حمصته وطحنته خشن. اللوز طحنوه خشن يعني باش يجيكم باين في الكيك تاعكم من الداخل. وهذه الخطوة اختيارية، تقدروا تستغنوا على إضافة هذا اللوز. بعد ما خلطت جيدا هذاك اللوز اللي ضفته مع الخليط نفرغه في القالب تاع الكيك اللي كنت دهنته بالزبدة. كما تقدروا تطيبوا هذا الكيك تاعكم في قالب دائري. وبالنسبة اللي يبغوا يعرفوا مقاس هذا القالب هو 20 على 10 سنتيمتر. بالنسبة للتزيين اختياري، يعني زينوا الكيك تاعكم حسب الذوق تاعكم. انا هنا درت اللوز محمص يكون مطحون خشن ونزين به السطح تاع الكيك، وراح ندخله للفرن اللي كما العادة يكون مسخن مسبقا. طيبه على درجة حرارة 160 إلى 170 مدة 50 دقيقة، يعني حتى يتنفخ جيدا ويتحمر ويطيب لكم حتى من الداخل. يعني الكيك لازم يدي كامل الوقت تاعه في الفرن باش يطيب، خاصة هذا الكيك تاع الموز. طيبوه جيدا باش يجيكم ناشف من الداخل وما يجيكمش معجن. تأكدوا انه طاب جيدا من الداخل، دخلوا سكين او لا عود كي تخرجوه ناشف تعرفوا انه الكيك تاعكم طاب لكم من الداخل. نخرجوه خلوه يبرد ومن بعد نقطعوه، وهذا هو الشكل النهائي الكيك تاعنا اللي جاء روعة روعة. صدقوني هذا الكيك جاء بزاف بزاف بنين، وكما راكم تشوفوا خفيف وطري، راح يحبوه الكبار والصغار، وصحي ومغذي ايضا. كما شفتوا خدمناه بمكونات طبيعية. وهنا نكون وصلت لنهاية الفيديو، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم.